السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم يا رب. اليوم رح نعمل أنا وياكم وصفة الفطاير. وصفة سريعة وطيبة وناجحة 100%. ما شاء الله اللون بجنن والطراوة والنكهة بتاخد العقل. ورح نعمل فطاير بسبانخ وفطاير بجبنة، وانتم فيكم تحشوا الحشوة اللي بدكم إياها طبعا. والعجينة كتير سهلة وما بتاخد معكم ولا وقت ولا مجهود، وإن شاء الله بتطلع تشكيلة طيبة برمضان. يلا نبلش بالوصفة. هلأ بدي أعير كوبين من الطحين. طحين متعدد الاستخدامات. معلقة ونص من السكر، طبعا المعلقة صغيرة أنا اللي عم أعير فيها، وظرف من الخميرة ما يعادل معلقة كبيرة. وهلأ هذا السر الطراوة الأساسي معنا هو اللبن. اللبن كتير كتير بيعطي طراوة بقلب العجينة. وبضيف معلقتين من اللبن يكون بحرارة الغرفة. وبدي مي فاترة، ضيف كاستين من المي الفاترة وبحركهم مع بعض. عن جد اللبن كتير كتير ضروري انه تضيفوه لقلب هالوصفة. وهلأ بتركهم ربع ساعة. شوفوا هيك القوام لازم يكون معنا سائل. بعد ربع ساعة شوفوا شلون تفاعلت عنا العجينة. وهلأ بضيف فوقهم طحين. طبعًا باضيف الطحين تقريبًا 3 كاسات ضِفت أنا. أنتم في قابل تضيفوا أكتر بشوي أو أقل. وضفت عليهم رشة ملح وربع كاسة زيت، زيت نباتي. أول شي بتضيفوا 3 كاسات وبتعجنوهم. وبعد ما ضفنا 3 كاسات طحين وعجناهم، إذا حسيتوا العجينة لسه بدها ضيفوا لها شوي. إذا حسيتوا إنه صارت متماسكة وما بدها لا تضيفوا لها. أنا عم أقول لكم تقريبيًا 3 كاسات طحين كانت العجينة عندي منيحة. وهلأ باترك عندي العجينة ربع ساعة حتى تتخمر. وبروح بانتقل لنبلش نساوي حشوة السبانخ معكم. وهلأ عندي السبانخ طبعًا قطعتهم وغسلتهم كتير كتير منيح، لإنه السبانخ بتحتوي على كمية كبيرة من التراب. باضيف عليهم بصلة ومعلقة كبيرة من الملح وبافركن كتير منيح مع بعض. متل مو شايفين كتير بدّن دعك مع بعض مشان تطلّع السوائل تبع السبانخ. وهلأ بعد ما دعكتن بافرجيكن قديش بتقل كميتن. شايفين شلون؟ هي بس الكمية اللي ضلت عندي لإنه كبينا كل السوائل منها. هلأ بدي معلقة كبيرة كزبرة، كمون، فلفل، فليفلة حمرا وسماق. هدول كتير طيبين وبيعطوا نكهة قوية للسبانخ. وبدي 3/4 الكاسة تقريبًا من دبس رمان. ونص كاسة من الزيت، الزيت النباتي طبعًا. وهلأ باحرّكهم مع بعض. إذا لاحظتوا إنه أنا ما ضفت ملح، لإنه أنا ضفت ملح وقت خلطتهم مع بعض، وقت نزّلت المَي من قلب السبانخ، بقى حاجة هيك ملح. وهلأ باضيف رمان. الرمان كتير كتير طيب. أنا حاطة على الرمان شوي دبس رمان كمان عشان ياخدوا نكهة، لإنه كان الرمان شوي حلو. وهلأ بادعكن كتير منيح مع بعض وباحطّن بمصفاية مشان تتصفّى منّن المرقة. وهيك بتكون جهزت عندي أطيب وعن جد وأشهى وصفة سبانخ. باتمنى إنه تجربوها. شوفوا ما شاء الله اللون الأخضر تبع السبانخ وطعمته بتشهي عن جد. باتمنى إنه تجربوا هالتتبيلة. كتير كتير ظريفة وطيبة. وهلأ هي عندي العجينة بعد ربع ساعة تركتها بين ما عملت الخلطة تبع السبانخ. وهلأ بدي كوّر العجينة متل ما شايفين تكوير هيك مشان يسهل علي الشغل. هلأ وقت التشكيل فيكن أنتم تشكلوه الشي المناسب طبعًا. أنا رح أفرجيكم كيف بشكل السبانخ. طبعًا هي مصفّاية من مَيّتها قد ما قدرت حطيتها بالمصفاية مشان تتصفّى من المَي تبعها مشان ما تفتح معنا. وحاولوا لا كتير تكتروا بقلب العجينة مشان ما تفتح معكن العجينة وقت الشوي.
واضغطوها كتير، كتير منيح. هذا الشكل الفطاير المُعتمد، وعن جد منظره أصلًا كتير حلو. وهي الصينية حطيت عليهم هدول شوية سماق بيطلع منظرهم حلو كمان. وأنا كمان طبعًا دهنتهم بالبيض، ضروري تدهنوهم بالبيض مشان يعطيكم اللون الحلو. وهي الجبنة كمان ساويت كام قرص جبنة. ضفت جبنة سادة عندي إياها، ما ضفت معها أي إضافة، أنتم بتحبوا فيكم تضيفوا إضافات تانية للجبنة. شوفوا طريقة التسكير، بتضمني إنه الجبنة ما تفتح معكم. كمان كتير شفتوا أحيانًا وقت تساووا الجبنة بتفتح العجينة، لأ هيك بتضمنوا إنه العجينة ما تفتح معكم. بس هيك وهلأ بالسكينة شايفين شلون؟ هلأ بس هيك بنحطها بالفرن وبارجع لكم. وهلأ بعد ما طلعتهم من الفرن ما شاء الله العجينة كتير كتير طرية وطيبة، متل ما شايفين بتاخد العقل. شايفين شلون؟ فيكن تحشوها انتو بالحشوة المناسبة متل ما قلت لكم. وعملنا سوا وصفة السبانخ، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه، ولا تنسوا تحطوا لي تعليق ولايك حلو مثلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختمها بالصلاة على سيدنا محمد. يلا سلام.